وزي ما وعدناكم انه هيبقى فيه جزء تاني، فاحنا بنجدد الترحيب بكم، وكنا عايزين نفكركم بالبودكاست الاولاني. اول حاجة اتكلمنا عليها وهي تحديد الاولويات، انك تجيب ورقة وقلم وتكتب اللي عليك وانك هتبدأ بايه. تاني حاجة وهو تنظيم الوقت، قلنا انك ما تنزلش كتير في الكلية وتنزل للضرورة بس، وازاي تنظم المذاكرة في البيت. تالت حاجة وهي مصادر المذاكرة، طبعا هي بتختلف من شخص لآخر، بس أهم حاجة إنك تحل امتحانات قديمة. رابع بوينت وهي السوشيال ميديا، حاول تقللها علشانك وتتعلم من تجارب الشارع، لأن دوت هيفيدك أكتر. زي ما نور اتكلمنا في البودكاست الأولاني عن مصادر المذاكرة، هو برضه هيكلمنا عن لم المواد والبرفكشنزم. ازيك يا فاطمة عاملة ايه؟ تمام الحمد لله، انت عامل ايه يا نور؟ زي الفل تمام. ايه اخبار الكلية معاك الاول؟ لا يعني اهو الحمد لله، مسحولة نفس السحلة. احنا في الفترة دي كلنا بنقول الحمد لله بس. هو بس هو طيب. الحمد لله خلاص. اه بالظبط. طيب، خلينا كده نتكلم عن حتة ازاي نلم المواد، تمام؟ و يعني ازاي نقدر نراجع المادة، او ايه الاساليب اللي ممكن نمشي، او ايه الستبس اللي ممكن نمشي عليها عشان نقدر نراجع اي مادة يعني، تمام؟ ففي البداية بس عشان نقدر نلم اي مادة، اساس الكلام ده هو اختيار الماتيريال اللي هلم منه المادة. ما هو مش طبيعي برضو ان انا يكون عندي ملازم و... ويبقى عندي الشتات والسلايدز وكل ده موجود قدامي على المكتب، وانا المفروض من وسط كل ده الم الماده. ما- ازاي طيب؟ طب هلمها منين يعني؟ هل منطقي ان انا مثلا هقعد امسك السلايدز واقعد اذاكرها، وبعدين اقعد امسك الشيت واقعد احله، وبعدين اقعد امسك الملازم واقعد مش هينفع. ولو عملت كل ده في كل ماده، انا محتاج شهرين ثلاثه بعد الفاينل عشان اخلص. فاختيار الماتيريال اللي هذاكر منه مهم جدا جدا جدا، تمام؟ وهنتكلم عن حته ان ما نملاش المكتب بالماتيريالز دي، وهنتكلم عن حته الفوم والكلام ده. بس زي ما قلت ان انا شايف ان اهم نقطه هي اختيار الماتيريال. طيب، يمكن اللي سمع البودكاست اللي فات هيبقى عارف ان في البوينت دي احنا قلنا انا مش هقول لك ايه الماتيريال اللي تذاكر منها، انا مش هقول لك الملزمه هي المهمه، او مش هقول لك الشيت هو المهم. انت بتشوف ايه اللي بيتناسب معاك وايه اللي بيتناسب مع طريقه مذاكرتك، وبتبدا تبني عليه، تمام؟ انا زي ما قلت لك، او زي ما قلت قبل كده، ان انا بفضل حته الشيتات شويه. طب ليه؟ انا بشوف ان هي بتتناسب معايا في حته ان هي فيها مسائل بسيطه شويه او مش كتيره، فبقدر ان انا منها يعني زي ايه امشي ايدي كده على الشابتر اللي انا ذاكرته برضو، تمام؟ وفي نفس الوقت مش ان انا يبقى قدامي بقى ملزمه 40 50 ورقه والجو بتاع ثانويه عامه، ده رايي، تمام؟ في النهايه انت برضو ليك الحريه، في ناس تاني ستيل لحد النهارده واحنا في تانية اهو كهرباء بتذاكر من الملازم، عادي جدا، تمام؟ طيب، خلينا بقى نتكلم شويه عن حته المراجعه دي. ودي يعني يمكن الناس شويه بتشوف ايه، انا اهم حاجه ان انا اذاكر الماده، لكن مش لازم يبقى ليا طريقه بقى للمراجعه والكلام ده، لا. هو في الحقيقه ان مذاكره الماده مهمه، بس مراجعه الماده زي ما بيقولوا كده هي التفانيش بقى، اللي هو ايه، انت عملت التورتيه حلوه قوي، بس لو الوش ما كانش كويس التورتيه باظت. يعني انت مذاكر كويس جدا، بس انت جيت ما رجعتش افضل حاجه، او جيت مثلا اهتميت بجزء هو ما كانش عليه لود كبير في الفاينل وبتاع، فشكرا، معلش، حتى مذاكرتك دي كلها مش هتبقى مفيده للاسف. طيب، خلينا قبل بس ما نتكلم عن ازاي اراجع على الماده وكده، خلينا نقسم الاشخاص اللي عندنا لاربع انواع. النوع الاولاني وده اللي ما بيبقاش اللي ما بيذاكرش غير في الكويزات والميد ترم، اللي هو ايه، انا عندي كويز بكره فانا هقعد النهارده هلم الجزء اللي جاي في الكويز، عندي ميد ترم الاسبوع الجاي فانا هقعد النهارده الم الجزء اللي داخل في الميد ترم من كل ماده. فده بيبقى مذاكر جزء من المنهج، تمام؟ وفي جزء تاني سايب. النوع التاني اللي هو بيلقط، بيذاكر مش اجزاء بقى، لا هو بيلقط، يعني ممكن ايه مثلا من كل اربع شباتر كده يقوم مذاكر له شابتر ولا حاجه. يعني بيتعامل مع المنهج اللي هو بيتعامل معاه على استحياء كده، اللي هو ايه، لا انا اخد شابتر كده من كل ايه، من كل جزء. النوع التالت عندنا وده اللي بسم الله ما شاء الله بيبقى يعني مخلص المنهج كله، اللي هو ما شاء الله من الجلده للجلده، مفيش كلام يعني، تمام؟ النوع الرابع بقى ده عكسه بقى، اللي هو ما فتحش المنهج اصلا، تمام؟ طيب، عشان زي ما اتفقنا اهو ان في انواع كتيره يعني للناس، فطريقه المراجعه بقى بتبقى ازاي؟ سواء بقى انت كنت مخلص الماده كلها، سواء انت ما فتحتش اصلا الماده، سواء انت مذاكر جزء وسايب جزء،
اول حاجه هو انك تعرف او تدي وقت كفايه للماده. بمعنى انا مثلا عندي امتحان الفيزياء يوم الاحد الجاي، ما ينفعش اقرر ان انا هذاكر فيزياء جمعه وسبت بس. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان الفيزياء ماده كبيره، حلو، وانا قررت فجاه ان انا هضغطها في يومين، وكمان انا ما ببقاش عامل حسابي على الريسك اللي ممكن يحصل. وانا ضامن ان الجمعه والسبت دول كلهم معايا، وارد يحصل اي حاجه. فانا لازم يكون عندي برضو ايه، زي سبير تايم كده او وقت زياده، بحيث ان لو لا قدر الله حصل حاجه انا ستيل معايا ايه، معايا تايم تاني، معايا وقت تاني. فبدي وقت كفايه قبل الماده، تمام، عشان اقدر اراجع براحتي وما ما اضطرش ان انا اضغط نفسي في المراجعه. تاني حاجه، اشوف الجزء اللي انا واقع فيه وابتدي اركز عليه. يعني انا مثلا المنهج عندي 8 شباتر، تمام، فانا مذاكر كل الشابترز كويس جدا، بس شابتر 3 انا عندي فيه مشكله كبيره وانا عارف ان عندي فيه مشكله. فما ينفعش او مراجع الماده كلها بنفس الطريقه. يعني ما ينفعش اروح ماسك شابتر 1 مراجعه، شابتر 2 مراجعه، شابتر 3 بنفس الطريقه. طب ما انت عندك مشكله في شابتر 3، فانت لما هتراجع شابتر 3 زي شابتر 1 زي شابتر 2، طب ما المشكله ما اتحلتش. احنا زي ما قلنا المراجعه احنا دي الكريمه اللي على الوش، فكده انت اساسا الدكتور فيها مشكله في شابتر 3. فبنضطر نعمل ايه بقى في شابتر 3 ده؟ لا انا لازم في شابتر 3 لو هراجع يبقى هراجع بتفصيل شويتين زياده. زي ما قلنا قبل كده في حته ان انا ممكن في الحته دي استعين بملازم الشرح بتاعت الشابتر. في البودكاست اللي فات اتكلمنا عن ان انا لو في شابتر واقع فيه او عندي فيه مشكله استعين بملزمه الشرح بتاعت الشابتر، لان بيبقى فيها شرح يعني كبير للشابتر يعني، وبيبقى لامم الجزء ده كويس ومدي مسائل كتيره. تمام. وحته تحليل المسائل دي مهمه جدا يا شباب. يعني حته ان انا امشي ايدي واشتغل براكتيكال دي مهمه قوي، لان في ناس بتعدي على المنهج بعينيها، اللي هو ايه، بتراجع الشابتر كده في 10 دقائق، اللي هو اصل ده مش جورنال. يعني دي ماشي القوانين كلها تتراجع في 10 دقائق، في ربع ساعه، في تلت ساعه، ده كلام جميل، لكن ستيل برضو انت ما حلتش بايدك. تمام. انا مش هتمشي على الشابتر كله طبعا تحل بايدك لان الموضوع هيبقى ممل اكيد، لكن على الاقل شوف الكام مساله اللي هم زي ما بيقولوا كده المشهورين بتوع الشابتر دوت، فببتدي ان انا امسكهم وايه، واحل عليهم يعني، او امشي ايدي فيهم. وانا بذاكر وانا براجع الشابتر يفضل ان انا يبقى جنبي ورقه بعمل فيها زي سمري او ملخص كده للشابتر. طب الملخص ده يفيدني في ايه؟ طب ما خلاص ما انا رجعت الشابتر. ده هيفيدك في حاجتين. الحاجه الاولى، ليله الامتحان بقى، الليله اللي هي خلاص انا صبح همتحن، انت بتبقى محتاج حاجه كده اللي هي فيها الزتونه بقى، اللي هي دي اللي بيبقى ايه، عاوز كام ورقه كده هم اللي فيهم الخلاصه كلها بتاعت الماده. فبيبقى الحوار ده مفيد جدا في حته الزتونه دي، انت بتلم الماده كلها في كام ورقه، فالدنيا بتبقى حلوه يعني. تاني حاجه، يوم الامتحان الصبح، اكيد انت مش يوم الامتحان الصبح بقى تبقى ماشي كده في الشارع ولا بتاع وماسك كل ملزمه بتاع كل شابتر، ولا ماسك ملزمه المراجعه، الموضوع مش هيبقى لذيذ يعني. تمام. فانت لما بتلم الملخصات دي بتبقى شكلها كده حاجه بسيطه كده، وبتعرف ان انت ايه، تراجع منها يعني، سواء ليله الامتحان او يوم الامتحان الصبح. طيب، اخر حاجه اكدنا عليها البودكاست اللي فات وهنأكد عليها تاني، انت ذاكرت كويس، انت رجعت كويس، كل ده كلام جميل. انت ما حلتش امتحانات فانت ما عملتش اي حاجه. انا حالل ومذاكر وكل مظبط كل حاجه، بس انا ما حلتش امتحانات، فانا ما عملتش اي حاجه. ليه؟ انا ما اتدربتش على شكل الامتحان. يعني انا ممكن اكون بذاكر كويس جدا بس بذاكر غلط. هو في حاجه اسمها بذاكر غلط؟ اه. ما انا طول ما انا مش عارف شكل الامتحان، انا مش ممكن اللي انا بذاكر فيه ده واللي انا عمال احل عليه اصلا مش من الحاجات اللي بتتكرر. تقول لي طب ما ممكن الامتحان يجي مختلف، يعني ممكن على السنه بتاعتنا مثلا الدكتور يحب يجدد او حاجه، صح، بس دي بتبقى استثناءات. لكن الاغلب ان في مواد كتيره جدا، يعني عندنا مثلا ماده زي الكيمياء اغلب امتحاناتها تقريبا بتبقى مكرره، او في اسئله منها بتبقى مكرره كل سنه. فدي لما انت بتحل الامتحانات فيها بتفيدك جدا. خلاص انا داخل اصلا شبه معايا المسائل، حلو، شبه يعني لو في مساله من اللي انت ذاكرتهم دخلت لقيتها وفرت عليك وقت كبير، انت متخيل؟ خلاص انت المساله اهي داخل ولقيتها وانت حلها امبارح ولا حاجه، فخلاص دي بالنسبه لك انك تبدا بيها. تمام. بس كده. فحته حل الامتحانات دي زي ما قلنا بنكرر وبنعيد، هي كمان بتدربك على الوقت، بتدربك على شكل الاسئله، بتدربك على توزيع الامتحان. فهي مهمه جدا 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 يا شباب. تمام. طيب، كده احنا اتكلمنا عن ازاي نلم الماده. عاوزين بس نقول حته بخصوص البرفكشنزم او الفومو. ايه بقى حوار البرفكشنزم والفومو ده؟ انا قلت لك في الاول خالص اول ما اتكلمنا في حته لم المواد دي، قلت لك ان بتبقى المشكله ان تلاقي مثلا شخص قاعد على المكتب وعنده بقى الكتب والملازم والشتات ومش عارف. طيب ماشي، هو الكم الجميل دوت هل هو هيقدر يلمه كله؟ لا. طب هو جاب الكم ده ليه اصلا؟
ده رجع لسبب ان هو بيبقى عنده فومو. ايه الفومو ده؟ فير اوف ميسنج اوت. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي خايف يفوتني حاجه، تمام؟ يعني انا مثلا في ملزمه نزلت وانا اساسا ما بذاكرش من الملازم، بس انا خايف المسائل اللي فيها تفوتني، فانا خلاص انا الملزمه نزلت هروح اشتري الملزمه. طب انت الملزمه دي مفيده ليك؟ لا. طب اشتريتها ليه؟ عشان فيها مسائل مهمه. طب انت عندك وقت اصلا تحل فيها؟ لا. اصل صاحبي جابها، اصل صحابي جابوها. واحنا مش بنشوف صحابنا بيعملوا ايه ونمشي وراهم؟ لا. يعني في حاجات ممكن تبقى مفيده، ماشي، هم بيعملوها فنستفيد منها. في حاجات ممكن ما تبقاش مناسباني، عادي. انا زي ما قلت لك بحل مثلا من الشتات، ممكن واحد صاحبي يكون بيجيب الملازم عشان هو شغال اصلا من اول الترم من الملازم، فده ما ياثرش على مذاكرتي، ما يخلينيش بقى اجي في نص الترم ايه ده. لا، طب ما هو بيحل من الملازم وانا بحل من الشتات، طب ما هو كده بيشوف افكار اكتر مني. هو انت لو فاهم كويس ما يهمكش بقى حته هو بيشوف افكار اكتر ولا بتاع. كده كده في النهايه زي ما قلنا، بغض النظر عن المصدر اللي انت بتذاكر منه، انت هتحل امتحانات، هتشوف افكار. تمام. بس كده. فدي كانت الحته بتاعت الفومو او البرفكشنزم، او ان في ناس بتبقى عاوزه تلم 100%، وفي الحقيقه ده يعني مش بيسبب ضغط عليهم قبل الامتحان بس، ده كمان ضغط جوه الامتحان. يعني انت دلوقتي من كتر اللود اللي عليك اللي انت عملته، بتدخل الامتحان ممكن تلاقي مسألة انت عارفها ومذاكرها وكل حاجة، بس من الضغط ومن كمية اللود اللي انت حاطه عليك ده، نسيت الستبس بتاعتها او ما ركزتش فيها. مش عارف تتفق معايا يا فاطمة في حتة الضغط دي ولا ايه رأيك؟ لا، اتفق معاك بصراحة، لان هو بس مش يعني هو مش بس بيوقف دماغه، هو بيبقى ماشي، هو بيبقى عايز يذاكر من الجلدة للجلدة، وعايز يجيب ملازم من هنا وملازم من هنا، عشان لما يدخل الامتحان ما تبقاش فكرة واقفة قدامه. بس هو حتى لو عمل كده، هو استيل هتبقى فيه افكار هو مشافهاش، لان هو يعني هو عمال يعمل من هنا ومن هنا، فغصب عنه حتى لو جمع الافكار كلها في افكار هتقع منه. فزي ما قلنا، بلاش انك تهدر وقت كتير، بالعكس انت ذاكر واعمل اللي عليك وبهدوء خالص، وخلاص يعني انت جبت اخرك، علشان بس ما تفصلش في الامتحان، ومن كتر الافكار ومن كتر ما انت مليت دماغك غصب عنك هتقع في حاجة. فانت اهم حاجة بس تبقى بهدوء كده، وان شاء الله هتعرف تحل. بس حاول يعني ما تملاش دماغك قوي. بالظبط كده. برضو حابب أأكد على الحتة اللي انت قلتها يا فاطمة بتاعت جبت آخرك دي. يعني خلاص في ناس بتصر ان هو بعد ما خلاص هو جاب آخره، لا أنا مصر أكمل. ما هو ماشي، انت بالظبط يعني ايه، انت عمال تزود تزود حلو، بس انت مش بتستفيد بده. خلاص انت دماغك بتقول لك اقف، مفيش تاني خلاص. انت من الصبح مثلا ماسكها افكار وبتاع واسئله وبتاع، فهي مش هتستوعب اللي جاي. يعني حتى لو انت ضغطت واصريت تكمل، هو اللي جاي ده انت مش هتستوعبه. انت هتبقى حرفيا عامل زي ايه، قاعد بتقرا المساله وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل. تمام. بس كده. دي بالنسبه للبوينت بتاعت لم المواد. ولان انا شايف ان التعامل مع ورقه الامتحان هو تكنيك مهم جدا، وزي ما قلنا ان في ناس بتبقى مذاكره كويس جدا وعرفنا ازاي نراجع كويس جدا، بس تيجي بقى تدخل الامتحان تحصل صدمه، اللي هو والله انا قبل الامتحان مذاكر كويس جدا وراجع مراجعه كويسه، ايه اللي حصل وقت الامتحان بقى؟ فعشان كده هيكون معانا فاطمه هتكلمنا عن ازاي نتعامل مع ورقه الامتحان. بالظبط كده، احنا هنتكلم عن الامتحان وازاي نتعامل معاه، وازاي نعرف نوصل لأحسن درجة في الامتحان، بناء على كتاب The Exam Skills Handbook، وكمان على كام خبرة كده شخصية، وعلى كذا حاجة خلونا نتكلم عليهم وهنبقى نمر عليهم بعدين. هما إتقان المادة الدراسية، وتخطيط للامتحان، والتدريب على الامتحان، وسلوكك تجاه الامتحان، واستغلالك للوقت، وخبرتك في المادة الدراسية، وأخيرا مهارات الكتابة والحل السريع. خلونا نمشي كده مع كل واحدة ونقول قصدنا بيها ايه، ونركز على المهم ونتكلم عنه أكتر. أول حاجة وهي إتقان المادة الدراسية. أنا هنا قصدي كم المذاكرة اللي أنت مذاكره، وهل أنت مريت على أغلب أجزائك في منهجك ولا لأ، وكل جزء مريت عليه بأي شكل، يعني قرأته بس، ولا قريته ولخصته، ولا قريته ولخصته وحضرت له محاضرة وحليت عليه كمان. فحسب درجة الإتقان والتعب اللي أنت وصلت لها مع المادة هتوصل لأداء أحسن في الامتحان. عموما هنا أنت مطلوب منك في هندسة تحاول تمر على أغلب أجزاء المنهج، مش أكتر، وتعرف بيتكلم عن إيه، ومش ضروري تخلص. زي ما قلنا إنك مش شرط تدقق في التفاصيل قوي. تاني بوينت وهي التخطيط للامتحان. دوت عامل أنا بشوفه بصراحة من أهم العوامل إنك تعرف تجيب درجات، وهو إنك تخطط هتعمل إيه خلال وقت الامتحان.
من خلال معلوماتك عن الامتحان. فمثلا انت عندك امتحان الميكانيكا، هتعمل الايه؟ تبدأ تسأل على الامتحان كام سؤال وعامل ازاي، وكل سؤال على انهي محاضرة، وتبدأ تدور في الامتحانات اللي فاتت وتشوف الدكاترة بيركزوا ايه على اكتر جزء ونمط الأسئلة عامل ازاي. بعدها تبدأ تحط سيستم كده وسيناريو لكل سؤال هتتعامل معاه ازاي، لحد ما يكون معاك خطة كده محترمة بالتفصيل. انت بعد ما الامتحان يبدأ هتعمل ايه خلال الوقت دوت، وهتستغل الوقت دوت ازاي. العامل دوت معتمد بشكل كبير جدا على البحث وانك تدور وتسأل. فحاول تعمل كده وتخلصه وتتمرن على الخطة ديت على الامتحانات. طيب، تالت بوينت وهي التدريب على الامتحان. هنا بيجي أهم عامل وهو بيأثر على أدائك في الامتحان، وهو إنك تتدرب على الامتحان. ودوت بيتضمن كذا حاجة، مش بس حل الأسئلة. أول حاجة إنك تتدرب على الأسئلة بحلها، ودوت بديهي. وخلي بالك حاول تتوقع أو تعرف وتسأل الأسئلة هتكون مواصفاتها إيه، مقالية ولا اختيارية. وبتسأل هل في مفاهيم عميقة. فحاول تدور وتسأل معيدين، يعني تفضل تدور على الحاجات، على معلومات كتيرة، علشان تبقى عارف الأسئلة هتبقى عاملة إزاي. تاني حاجة في البوينت ديت وهي إنك تتدرب على وقت الامتحان، ودوت عامل بننساه كتير. ساعات كتير إحنا بنتدرب على شكل الامتحان بس الوقت في الضياع. زي ما قلت، حاول وانت بتحل امتحان تكون عامل وقت معين علشان تتعود على بيئة اللجنة اللي هتبقى فيها. أغلب الامتحانات معتمدة على الحل إنك تحلها بسرعة وعلى إدارة وقت الامتحان، فلازم نتعود إننا نزنق نفسنا أكتر ونعرف نحل إزاي ونقلل الوقت اللي بنحل فيه. تالت حاجة في البوينت ديت برضو هو التدريب على بيئة الامتحان. هنا بقى انت بتحاول وانت بتحل تحط نفسك في بيئة شبه بيئة الامتحان. يعني انا بصراحة ببقى شايفة يا نور، وانت كده في البيت تاخد لك امتحان واكنك في اللجنة بالظبط. عشان لما تروح الامتحان ما تبقاش مخضوض، عشان تكون متعود على الجو دوت. فتحاول تحل الامتحان في نفس الوقت مثلا، وتشوف مثلا هتلبس ايه وتحل وانت لابسه، علشان زي ما قلت انك ما تتخضش اول ما تدخل اللجنة. لو عملت الثلاث حاجات اللي فوق دولت، فانا اقدر اقول لك انك بدأت تبقى عارف شكل الامتحان شوية، وعارف هتخش تعمل ايه. طيب، رابع بوينت وهو سلوكك تجاه الامتحان. بحب اسمي العامل دوت بصراحة شخصية البطل. العامل دوت هنا بيقول لنا ان نفسيتنا وفكرتنا عن الامتحان بتأثر على أدائنا. طب ازاي؟ ببساطة كده، لو انت داخل بنفسية ان الامتحان دوت صعب وانا مش هعرف احل والدنيا بايظة والدكاترة هتسقطنا، فأحب أقولك إنك غالبا هيحصل معاك كده. طيب، لانما لو انا دخلت بنفسيا ان هجيب اخر في الامتحان دوت، ويا رب انا عملت اللي عليا وخلاص، النتائج ديت بقى على ربنا سبحانه وتعالى. بس اوعى تخلي نفسك منهزم من قبل ما تخش. هتخش متنكد، هتخش مش عارف تحل، هتخش قلقان، فمش هتعرف تحل كويس. طيب، تاني حاجة استغلالك للوقت. انا اقصد هنا انك على قد ما تقدر في الوقت الباقي مهما كان قليل بتستغله انك تستعد وتراجع وتحل وتخطط، مش بتضيعه. استغلالك للوقت اللي باقي معاك حتى لو كان قد ايه هيفرق معاك في ادائك في الامتحان، سواء نفسيا او حتى في الدرجات وفي الحل. البوينت اللي بعدها هو خبرتك في المادة الدراسية. انا اقصد هنا لو انت داخل الامتحان في مادة انت خدتها قبل كده مرة واتنين وتلاتة، هتكون اسهل ليك، واكتر احتمال انك هتأدي فيها احسن حاجة عندك، لان انت عندك معلومات من قبل كده عن المادة ديت، فعندك خبرة. واخيرا وهي مهارات الكتابة والحل السريع. دولت انا مهمين قوي قوي قوي. ليه؟ لان الكتابة بحيث لو الاسئلة مقالي، لما بكون بحل بشكل منظم وبعرف ارتب افكاري في الورق، وبعرف اظبط الخطوات بتاعتي وخطوات لي مفهومة وبحل بخط كويس، دوت هيأدي احسن في الامتحان. وكذلك هتعرف اللي بيصحح ان انت بتعرف تحل كويس وانك كويس، وياخد عن ورقتك انطباع حلو. زي ما احنا عارفين ان المصحح بيحب الورقة اللي بتريح عينه. الحل السريع بقى هو مهارة معتمدة على الكتابة السريعة والتفكير السريع والقراءة السريعة برضو. وكل دوت ناتج من خبرة الحل. ما هو انت عملت حل كتير، فبالتالي انت شايف شكل الأسئلة ديت قبل كده. فبالتالي لو جه قدامك سؤال شبه السؤال اللي انت حليته فهتحله بسرعة. فعشان كده بنقول نحل امتحانات قديمة كتير. طيب، موضوع الحل دوت نعمل فيه ايه؟ ببساطة كده، زي ما نير بيقول على طول في طول البودكاست، الأولوية حسب المادة. شوف المادة تقيلة مثلا وخليك ابدأ بيها. يعني مثلا الميكانيكا، لازم تحل أسئلة المحاضرة بتاع الدكتور شبراوي مرة واتنين وتلاتة، وتحل كذلك كذا امتحان قبل كده ليه. برضو تحل كام فكرة من المرجع وكده بيرفكت قوي، انت كده تمام. الفيزياء تحل من الملازم كويس قوي،
أسئلة الامتحانات اللي قبل كده، وتحل أسئلة دكتور سحر والتكامل، وتحل أسئلة دكتور فياض وآخر 4 امتحانات. في البرمجة تحل امتحانات السنة اللي فاتت وهكذا. تبقى عارف كل مادة ايه أنسب مصدر حل ليها، والأسئلة اللي قبل كده ممكن يجي شبهها، فحل من الأسئلة القديمة علشان لما يجيلك مثلا شبه السؤال دوت، مش بقولك هيجي بحذافيره لأ، بس أكيد هيجي بنفس الطريقة، فتحل بسرعة، فيكون معاك وقت أكتر إنك تراجع وإنك تبقى هادي في اللجنة. بس كده أنا كده خلصت إزاي تتعامل مع ورقة الامتحان علشان ما تبقاش مخضوض. ونور بقى يقول لنا، احنا كده خلاص اتعاملنا مع ورقة الامتحان، نور بقى يقول لنا ازاي اتخطى الامتحان سواء كان الامتحان دوت حلو او وحش. خليني أشكرك يا فاطمة على الكلام دوت، حقيقي كلام جميل جدا بجد. وكنت حابب أضيف بس كلمة على الكلام ده، وهي إن التوتر معلهوش درجات. يعني طول ما أنا قاعد في وقت اللجنة، يا إما أنا بحل يا إما أنا بفكر في المسألة اللي أنا مش عارفها. طيب هو مشكلة التوتر دي بتحصل عادة نتيجة إيه؟ أنت أساسا بتبقى داخل متوتر أصلا، تمام؟ فبتدخل الامتحان وبيقول لك إنه أول سؤال مثلا أنت مش عارفه، تمام؟ فبتبتدي بقى ليفل التوتر بيعلى أكتر، وبالذات في أول ربع ساعة، أول ربع ساعة تلت ساعة تلاقي ليفل التوتر طبيعي. فأنت حتى أصلا مش قادر، يعني أنت ممكن حتى لو أنت مش عارفها بتحاول تكتب أي ستيبس عشان تجيب، تحاول تفكر، لا أنت مفيش ستيبس جاية. طب الحل بتاع التوتر ده ايه؟ ابدأ بالأسئلة اللي انت عارفها. شوف أسهل أسئلة وابدأ بيها عادي، ده مش حاجة غلط. يعني في ناس مثلا بتشوف ايه، لا انا ما ابداش بام سي كيو واقعد اضيع فيه وقت، لا. لو انت متوتر، ما هو الوقت كده كده ضايع، يعني انت الربع ساعة دي هي كده كده ضايعة، تمام؟ انت كده كده واقف قدام المسألة الصعبة اللي انت مش عارف تحلها وما بتعملش حاجة، انت واقف متوتر. فبدل ما انت قاعد بتضيع ربع ساعة في التوتر ده، لا، انا هبتدي بالام سي كيو، ايه المشكلة؟ انا هبتدي بالكومبليت مثلا، ايا كان الجزء اللي هو ممكن اعرف اجيب مساله مثلا انا مذاكرها امبارح وعارف الستبس بتاعتها وتمام، اخش فيها اجيبها. حلو كده. بعد كده هتلاقي انت مع الوقت خلاص ابتدى ليفل التوتر يقل، تمام؟ لا، هتبدا تاخد ثقه، ما انا حليت اهو، حليت مساله، حليت كام ام اس كيو هنا. هتبدا تلاقي نفسك ابتدى الامتحان ايه، ها، ابتدينا ناخد نفسنا، ابتدينا نحل. هتلاقي المسألة اللي انت كنت متوتر مش عارف تحط فيها قلم، شوية شوية بتحط اهو شوية ستيبس، شوية شوية يمكن توصل للفاينل انسر، تمام؟ حاجة كمان مهمة جدا، السرعة والتركيز. يمكن الناس بتشوف ان الاتنين دول بيتعارضوا مع بعض، بس حقيقي هما الاتنين حاجة واحدة. يعني ممكن حد يقول لي ما انا لما بتسرع ما بعرفش اركز، او لما بركز قوي لازم ابقى هادي. لا، في هندسة عندنا لازم يبقى عندك الاتنين مع بعض. طب دي يعني اعملها ازاي دي؟ دي ما بتجيش غير بالخبره من حل امتحانات كتيره بوقت معين، زي ما فاطمه قالت. انا دلوقتي عارف ان الامتحان بتاعي يبقى 3 ساعات، تمام؟ وانا عاوز اتقن حته ان انا انجز الامتحان في 3 ساعات وفي نفس الوقت احل بتركيز. حلو، يبقى انا هجيب امتحان شبه الامتحان بتاع الفاينل، حلو، واحله في نفس الوقت تقريبا 3 ساعات، واشوف هحل قد ايه. ففي اول امتحان انت ممكن تحل نص الامتحان بس، اول مره تحل نص الامتحان بس، تاني مرة هتلاقي نفسك حليت 60% أو 70% من الامتحان. ممكن بعد تالت رابع امتحان هتلاقي نفسك تقريبا يا إما بتقفل الامتحان يا إما مثلا بتقع في كام حاجة بسيطة يعني. تمام. ده كده بس كان بالنسبة للتعامل مع ورقة الامتحان، وزي ما قلنا هي دي نقطة مهمة جدا 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 يا شباب، لأن في ناس بتبقى مذاكرة كويس جدا والتعامل مع ورقة الامتحان بيبقى غلط، ده اللي بينقصها الدرجات. تمام. طيب أنا خلصت الامتحان خلاص، تمام. ازاي بقى اتخطاه؟ يعني هو وقته خلص، بس هو الامتحان لسه في دماغي. يعني انا بخرج من الامتحان حاجه من اتنين، يا اما انا حليت كويس فبخرج بقى خلاص بالاتيتيود بتاع ان انا واثق من نفسي جدا، ماشي، وان الدنيا لذيذه والدنيا حلوه. ويا بقى لو كانت اول ماده، تلاقي بقى خلاص هو كده شايف انه جاب الماده في شوال، فصباح الفل انا اللي جاي كله كده. لا، انت دي ماده من اصل 6 مواد، فبلاش تتغرب ان انت حليت كويس فيها. وكذلك العكس، الشخص اللي هو ما حلش كويس او ما اداش كويس في اول ماده، تمام، بيبتدي ياخد الاتيتيود بتاع ايه، خلاص هي خربت، خلاص بقى مش فارقه بقى، خلاص كده كده اللي جاي كله ايه، هيبقى زيها. لا، هي برضو ماده من 6 مواد، يعني ستيل لسه في 5، هي مش نهايه العالم. عادي جدا انا هحل النهارده وحش، لو ركزت في الماده اللي جايه ممكن احل كويس. تمام. طيب
كمان حاجة مهمة جدا في حتة ازاي تخطى الامتحان دي، وهي انت بتراجع ولا لا. يعني لو هنقسم الناس اللي بتراجع فهنقسمها لنوعين. في نوع اللي هو ده بيبقى عادة وعاوز يعرف هو هيعدي ولا لا، فبيحسب درجة النجاح. تمام. النوع التاني وده اللي هو بيبقى ما شاء الله مقفل الامتحان كله، غلط مثلا في حتة، في سؤال، في إشارة، فيبتدي بقى ايه يجلد نفسه بقى، اللي هو يا نهار ابيض انا ازاي ما خدتش بالي من الإشارة السلبية، ويفضل طول الليل بيحلم بكوابيس بسبب الإشارة السالبة دي. طيب لو انت مش بتراجع فده برضه بيبقى حد من اتنين، يا اما هو واثق من حله جدا فهو مش عاوز يراجع، يا اما هو مكبر دماغه، انا مش عاوز اوفر سينك يا عم، صباح الفل، امتحان ايه اللي هقعد اتكلم فيه واقعد اراجع فيه، خلاص صباح الفل خلص. ايا كان بقى انت بتراجع مش بتراجع، حليت كويس ما حليتش كويس، في النهايه المراجعه مش هتفيدك في حاجه، الامتحان خلص. حليت كويس ما حليتش كويس، خلص وقته، خلص خلاص. ايه اللي انت هتخسره لما تراجع؟ هتخسر اليوم اللي انت راجع فيه من الامتحان مثلا. كان ممكن اليوم ده ان انت قاعد بتفكر في الامتحان اللي فات وقاعد بتشوف انت غلطت في ايه وما غلطتش في ايه، كان ممكن تستفيد فيه في الماده اللي جايه. تمام. فانت قاعد بتضيع وقت من الماده اللي جايه، وممكن تاثر كمان على الماده اللي جايه. يعني انت لو اساسا حليت وحش في الامتحان الاولاني، فانت جيت رجعت متضايق، فانا مش هذاكر النهارده، فرحت مضيع على النهارده، فبقى فاضل يوم ولا يومين. انت عارف طبعا الفاينل بيبقى كل ماده بعد يعني بين المواد والتانيه يومين، بالكتير قوي ثلاثه. فانا لما اضيع يوم خلاص شكرا، بقى يوم هلم ازاي الماده في يوم، فاروح مكروت الماده واقوم داخل ما احلش كويس، وهكذا بقى نفضل في نفس السايكل دي. طب اصل انا بحب اراجع مثلا عشان انا في مواد مثلا اللي هي بتبقى يعني مواد انا شايف ان هي مهمه جدا، تمام، فبتضايق لما بغلط فيها، ببقى عاوز اعرف انا غلطت في ايه عشان اعرف اصلحه. حلو، ده كلام جميل، بس ده ما يبقاش في وسط الامتحانات. يعني ما ينفعش تيجي تراجع في وسط الامتحانات، وفي وسط ما هي لسه في تاني، ما هو لسه في امتحانات تانية. تمام. انت عاوز تراجع يبقى بعد ما تخلص بقى فتره الامتحانات خالص، اقعد كده امسك كل ماده، والله يعني ايه، الماده الاولانيه مثلا كانت فيزيكس، طب انا غلطت في ايه؟ طيب طب ايه المشاكل اللي عندي؟ طب هل مشكله وقت؟ طب هل مشكله قله مذاكره؟ ما اعرفش يا فاطمه هتتفق معايا في النقطه دي ولا؟ لا بصراحة اتفق، لان عايزة اقولك هو بس يعني هو مش بس بيتضايق في نفس اليوم، او هو بس تركيزه مش هيبقى كامل، ومش هيبقى في المادة اللي جاية لحد المادة اللي جاية. هو هيبقى بقى تركيزه شغال في انه طب انا هنقص كام درجة، طب طب التقدير دوت هعمل فيه ايه، طب كذا طب كذا. فانت على فكرة انت ممكن تحسبها، وفي الاخر ممكن ما يطلعش كل اللي انت فكرت فيه دوت. فانت كده هتضيع وقت، وكده هتفضل تجلد في نفسك. طب ليه؟ فبلاش انك تراجع بعد الامتحان، ولان دوت هيعود عليك انت بالوحش، مش هيفيدك دوت، مش هيفيدك في حاجة. طب ماشي، انت رجعت وعرفت انت غلطان كام درجة وغلطت كتير، هترجع الوقت وتصلح اللي انت عملته دوت؟ اكيد مش هتعمل كده. طب فليه تعمل في نفسك كده من الاول بقى؟ فلا خلاص، انا امتحنت، خلاص سلمت ورقتي، بس عملت اللي عليا يا رب، الباقي عليك بقى. فحاول انك ما تراجعش بعد الامتحان على طول. ماشي، خلص بقى فترة الامتحانات وابدأ بقى شوف بقى. وممكن انت يعني حسبتك انت غير حسبة ربنا بكتير، حسبة ربنا بتبقى احسن بكتير بكتير بكتير. فحاولوا انكم ما تراجعوش بعد الامتحان. يعني حقيقة يا فاطمة، يعني آخر جملة دي محتاجين نقف عندها شوية، حتة حسبتك أنت غير حسبة ربنا دي. يمكن دي تجربة كمان شخصية بالنسبة لي. كان في مادة يعني، تمام، وانا كنت يعني ما اديتش كويس في الامتحان، وخرجت بقى حسبتها بالورقه والقلم وبتاع، انا خلاص انا الماده دي انا هشيلها بالورقه والقلم كده، انا هشيلها. بس في الحقيقه إن لما طلعت يعني النتيجه الحمد لله انا عديتها، عديت بمقبول يعني، تمام، بس يعني الحمد لله انا كنت فين وفين. هي الحسابات بتاعتنا دايما يعني احنا بنتكلم في حاجه وربنا شايف اجتهادك وتعبك، فهو بيديك على قد اجتهادك. فهو مش التقييم بيبقى على قد الامتحان. انت بتبقى حاسبها بقى ان انا حليت نص المساله بس فانا هاخد 5 من 10. لا، هو مفيش كده، يعني ما بتحسبش كده، تمام. حاجه كمان، كافئ نفسك. كافئ نفسك بعد كل امتحان. حليت وحش حليت حلو، كافئ نفسك. اكافئ نفسي ازاي وانا حليت وحش؟ ما هو انت لو ما عملتش كده هتحل وحش في اللي بعده. ما هو انا لازم اسكيب، انا لازم اموف اون، خلاص انا حليت وحش. هل هفضل في نفس السايكل دي؟ زي ما قلنا، هل هفضل في ان انا حليت وحش فمكتئب فبضيع ايام فما بذاكرش فبحل وحش؟ ما انا لازم اخرج بقى، لازم افك الموضوع ده. فالحل ان انا اكافئ نفسي. يعني انا لما احل وحش اطلع اكافئ نفسي، عشان تيجي للماده اللي بعدها لا انا جاي فريش لسه هبتدي من جديد اهو، ولا كأن حاجه حصلت. حلو. ونفس الكلام طبعا لو انت حليت حلو اكيد طبعا
بتكافئ نفسك يعني. تمام. طيب كده احنا وصلنا لاخر بوينت في البودكاست بتاعنا. ويمكن البوينت دي يعني ناس كتير بتشوف ان هي يعني ايه التفاهه دي، صباح الفل. بس هي حقيقي بوينت مهمه جدا جدا جدا، واغلبنا بيهملها بس هي مهمه جدا جدا. وهي تظبيط الاكل والنوم في فتره الامتحانات. ومن اين تستمد قيمتك؟ زي ما قلنا قبل كده، مش امتحان اللي هيحدد قيمتك. فعشان كده هتكون معانا فاطمه، هتكلمنا عن البوينت دي بالتفصيل. طبعا يا شباب احنا عارفين ان الامتحانات بتبقى بتيجي، انت خلاص انت كده اكنك في معسكر بالظبط، وبتغير حياتنا من كذا ناحية، مش بس من المذاكرة لكن من ناحيتين مهمين جدا، وهما الأكل والنوم. الاتنين دول بيأثروا بشكل ما أو بآخر على التركيز والاستيعاب بتاعك، ويمكن في نفسيتك كمان. يعني فترة الامتحانات يستحسن إن احنا ناكل على قد الشبع، بس بمعنى أصح إن احنا ما نتقلش في الأكل قوي يعني. وكمان ناكل بسرعة علشان نرجع نكمل مذاكرة، علشان ما نحسش بالأنتخ اللي هو طب ايه، طب رايح بس 5 كوباية الشاي ديت وهقوم على طول. لا لا، عادي يا معلم، انت ممكن تشرب كوباية الشاي وانت بتذاكر، مش هيأثر عليك في حاجة. لأنك لو عملت كده هيأثر جدا في التركيز بتاعك وهيقلله. ده غير انه ممكن ما يوصلكش الإحساس بالشبع، انت بس عايز تاكل. فدوت يزود وزننا ومشاكل كتير احنا في غنى عنها. فناكل كويس كده وبعدين وننظم أكلنا. تاني حاجة وهو شرب المية. ممكن تبان لك حاجة بسيطة جدا نتكلم فيها، بس بجد تأثيرها بيبقى كبير جدا. شرب المية بيزود التركيز وبيحسن أنشطة الجسم الحيوية عامة، على عكس إهمالها اللي على مدى قريب جدا هيكون سبب إنك تحس إنك مش مركز أو بتنسى كتير. سهل جدا إنك تجيب جنبك إزازة مية وتشرب 3 لتر مية في اليوم، هيبقى بيرفكتو قوي وهتبقى زي الفل. على عكس المتوقع بقى، السكريات مش دايما بتبقى احسن سناك خلال المذاكرة. لما بتاكل سكريات كتير دوت بيخلي طاقتك تزيد بصراحة، بس هيبقى بشكل مؤقت. بعدها بقى مستوى السكر في الدم هيقل هتهبط مننا وهتتعب. في شيت حضرتك عايز يخلص يعني، عمال تهبط مننا وفي شيت. فبلاش سكريات، وفاكهة خفيفة حلو، أو مكسرات أو زبادي أو أي خضار أخضر أو أي حاجة فيها بروتين، دوت هتزود من طاقتك. وممكن بقى بلاش بقى كل ما يجي موسم امتحانات يا نور القهوة. القهوة أي موسم امتحانات لازم شرب القهوة. احنا فاكرين ان شرب القهوة ده هيبقى تمام جدا وانا هبقى زي الفل، بس طبعا ده العكس تماما. اكيد لاحظت ان القهوة بعد كده بتسبب لك تعب وصداع نصفي، ودوت بتأثر على ضربات القلب وبتخليك مش متزن ولا مركز. ناس كتير حصل معاها كده فعلا. دوت هيخلينا نتكلم شوية بقى في فترة النوم. النوم في فترة الامتحانات دوت، احنا فاكرين ان احنا لما نسهر اكتر واحل كويس وهجيبها المادة في شوال وانا كده فظيع، انا كل ما اسهر كل ما هجيب المادة في شوال. العكس تماما، دوت بيقلل تركيزك جدا خلال اليوم اللي بعده، وانت بالشكل ده بتمنع مخك. يعني في ناس يا نور اللي هو ايه، انا هفضل نايمة، هفضل صاحية لحد تاني يوم الامتحان. يعني ليلة الامتحان بتاعتي انا هفضل صاحية بقى لحد وقت الامتحان. اه بالظبط، يعني احنا زي ما قلت قبل كده، الناس اللي هي بتطبق ليله الامتحان، انت في دماغك ان انت بتطبق عشان تجمع افكار وبتاع وكده. بس هو فعليا انت كل اللي انت بتجمعه ده هو ملوش اي معنى يعني. هو في النهايه بعد ما انت جمعت الكلام ده كله ودخلت الامتحان، بتدخل تشوف المساله اللي انت عارفها وحلها امبارح، او يعني مذاكرها امبارح، ممكن ما تعرفش تحلها او ما تبقاش قادر تجمع الستبس في دماغك بسبب قله النوم. فانا شايف ان قله النوم من الحاجات المهمه جدا 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 التركيز عليها في فتره الامتحانات. يعني مش لازم تنام 8 ساعات، يعني مش فتره طبيعيه بس على الاقل من 5 ل6 ساعات ده الطبيعي يعني. بالظبط كده، لانك لازم تاخد وقت في الامتحان في النوم كافي، لان انت مخك انت اديت له معلومات كتير جدا. مخك بقى عايز ياخد بريك ان هو يرتب المعلومات ديت على رواقه. انت اديت له كميه معلومات رهيبه، فاديله بريك بقى، اديله بريك علشان يعرف يخزنها كويس. لانك لو ما عملتش كده وفضلت سهران لحد الامتحان، هتكتشف انك ناسي حاجات كتير، بتتلخبط في ارقام وحسابات كتير، ومش مركز ومصدع، وممكن بعدها يسبب لك أرق. حاول انك تنام يعني من 6 ل8 ساعات حلو قوي. لو مزنوق قوي ادي نفسك بريك كل فترة، نام نص ساعة. حاول دايما تدي نفسك فرصة ترتاح وتهدى. ده يفرق معاك جدا، وفي الأول وفي الآخر صحتك ونفسيتك هما يا فعلا أهم فاطمه حاجة. لو قاطعك، معلش لو اتفضل. قاطعك في حته الصحه والنفسيه دي،
ناس كتير قوي بتهمل الحته دي وتيجي على نفسها جامد قوي عشان الامتحانات، ويبقى المبدأ بتاعه ايه بقى؟ ما اصل هو شهر وهيعدي يعني، تمام. فايه المشكله لما ما انامش كويس؟ ايه المشكله لما ما باكلش كويس؟ يعني عادي يعني، ما هو شهر وهيعدي. ماشي، هيعدي، تمام، بعيد عن انه بيعدي على وشنا يعني، بس مش دي الفكره، هيعدي. بس وانت عمال تاخد الايام وهي بتعدي، انت بتاخد من طاقتك. ما هو انت بتشحنش، لا انت بتنام كويس ولا انت بتاكل كويس. فغير ان هو هيعدي ممكن ما يعديش افضل حاجه، كمان انت بعد ما تخلص الامتحانات انت مش موجود. انت مش، انت في عالم تاني، انت خلاص انت يعني الامانه اللي ربنا مديها لك انت ما حافظتش عليها. يعني فماشي، هو الامتحان هيعدي، بس احنا برضو محتاجين جسمنا ومحتاج يعني محتاجين نحافظ على الامانه دي. بس يعني فاتمنى الناس تهتم قوي بحته النوم دي والاكل، لان هي حاجه مهمه جدا. بعدين الناس بتهملها وبتشوف ان هي حاجه تافهه يعني. بالظبط. كل الكلام اللي قاله نور دوت بينقلنا النقطة وهي مهمة جدا. كل ده تعب واجتهاد عشان تعمل اللي عليك وتحل كويس في الامتحان. طيب نفترض دلوقتي انك عملت اللي عليك وخلاص جبت اخرك، بس ما حلتش كويس. خلينا متفقين ان دورك خلص اول ما سلمت ورقة الامتحان. الباقي ديت تدابير ربنا واقداره ملناش اي دخل فيها. انت سعيت وده المهم. عملت اللي عليك خلاص، انت مش بايدك تعمل حاجة تاني. الامتحان دوت ايا كان مدى اهميته، ده لا بيأثر في قيمتك كشخص في حاجة. انت قيمتك ملهاش دعوة بمستواك الدراسي. قيمتك في شخصيتك وفي الأثر اللي بتسيبه في سعيك، وإنك بتتقي ربنا زي أهلك كده بتتقي ربنا فيهم. الطبيعي إن أهلك بيحبوك، بس انت لو سألتهم على سبب الحب دوت، عمرك ما هتلاقي إجابة إن هما بيحبوك عشان انت مهندس شاطر أو عشان انت دكتور مجتهد. عمرك ما هتلاقي الإجابة ديت. فكونك إنك لم توفق في نقطة معينة، دوت مش معناه إنك فاشل أو إنك ما تستحقش المكان دوت وإنت مش كويس. نهائي، نهائي. يمكن النقطة ديت اللي انت كنت عايز تتوفق فيها، يعني مش خير ليك. ربنا شايف ده بس انت مش شايفه. عايزة أقول تاني إن برضه قيمتك لا بيحددها ورقة ولا شهادة ولا مستوى مادي أو اجتماعي. ربنا سبحانه وتعالى بيقولك قيمتك مختلفة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحسن حد هو اللي بيتقي ربنا. عايزة أقف هنا شوية وأقول حاجة. خليك دايما تعمل اللي عليك وبتجيب آخرك. بتجيب فعلا فعلا آخرك. لأنك لو دخلت الامتحان ولو لا قدر الله لا قدر الله ما جبتش تقدير حلو، أو غصب عنك في الامتحان دوت ما أديتش كويس، تطلع تقول كلمة واحدة بس: أنا عملت اللي عليا. وتطلع تسأل نفسك سؤال: هل لو رجع بيا الزمن هضاعف المجهود اللي أنا عملته دوت؟ وهي الإجابة لأ، أنت هتعمل نفس المجهود. فحاول دايما إنك تعمل اللي عليك علشان ما تبقاش في زون يا ريتني كنت عملت. ما أصل أنا لو كنت عملت كنت هبقى في حتة تانية. لا لا، اوعى تقول الكلمة، اوعى تحط نفسك في الزون دي. الزون دي بتبقى وحشة جدا، بتبقى بينك وبين نفسك بجد بتبقى وحشة. فحاول تعمل اللي عليك فعلا. الفكرة بقى ان المعايير اللي المجتمع فرضها علينا ان هو انا كويس عشان مستواي الدراسي كويس دوت، مجتمع هو اللي فرضها علينا بكده. وبقى يحدد بيها مدى جودتنا على حاجات ممكن ما تكونش بالأهمية ديت. ذاكرت وعملت اللي عليك خلاص، سيبها على الله، ربنا اكيد اكيد هيكرمك. فرضا خلاص انت ما ذاكرتش وغلطت، عادي، انت بني ادم. كلنا بني آدم. كلنا مش بيرفكت، كلنا مش احسن حاجة. اكيد كل واحد فينا فيه حاجة غلطة كده. فانت غلطت في دي، عادي، عرفت الغلط وهتصلحه. حاول تاني وتالت ورابع. الانسان لما بيستدرك عند الكريم. يعني لما بتحاول ترجع وتصلح الدنيا، ربنا مش هيسيبك، واكيد اكيد اكيد هيكرمك. قيمتك في الاخر في كونك انسان حقيقي، عمرها ما كانت في منصب او شهادة او حتى درجة امتحان. كلام جميل جدا يا فاطمه، وبجد اتمنى الناس تكون استفادت بالبودكاست دوت. وهدف البودكاست دوت مش مجرد كلام بيتقال وانت سمعته وشكرا، يعني اتمنى ان الناس بجد تاخد البوينتس دي على محمل الجد وعلى محمل ان هي تشتغل عليها، تمام. اكتب البوينتس دي كده، تمام. وانت بتسمع البودكاست اكتب البوينتس دي واشتغل عليها، لانها حقيقة هتفرق جدا وان شاء الله يعني نقدر ان احنا نعدي الفترة دي على خير. وزي ما قلت اتمنى ان احنا كنا خفاف عليكم واستفدتوا يعني بالمعلومات دي. بس كده احنا تقريبا وقتنا خلص يا فاطمة. اه، وقتنا كده خلص بقى عشان نسيبكوا وتشوفوا وراكوا ايه. وبجد مبسوطة جدا ان انا عملت معاكم الموضوع دوت، وان شاء الله الكام بيت اللي احنا قلناها انا ونور تفيدكم ان شاء الله. بالتوفيق ليكم يا شباب في الفاينل، وربنا معاكم، وشكرا ليكم على وقتكم، وشكرا ليك يا فاطمة. وشكرا ليك يا نور.
مع السلامة. مع السلامة.